السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ ما زلنا في مدرسه البيع. يعني انا سميت مدرسه البيع عشان انا نفسي فعلا الناس تتعلم، ونفسي الناس تتعلم مهنه كويسه. البيع مهنه كويسه. لما تيجي تتعلم دور على الحاجات المهمه قوي، حتى اللي انت بتشوفه. انا حطيت الفيديو ده على قناه اليوتيوب، ان شاء الله القناه هتبدا يوم الثلاث. الحته دي قصدي اقول ايه، لما تيجي تتعلم حاول دور على الناس اللي هي تتعلم منها صح. في دكتور في التسويق انا بشوف له ساعات كده حاجات بالصدفه، عشان انا كل شغلي مبيعات وكده، فبيجي لي فيديوهات كده، فلاقي الدكتور بيقول ايه: انا مسكت مره شركه في السعوديه. الشركه دي بتبيع شطه وصلصه وكده، وكان الهدف بتاع المندوب 600,000. انا خليته بنظام بقى بيبيع ب 2 مليون و400 الف. ناس يعني اربع اضعاف، يعني الرقم انا بقوله كده، انا ما اعرفش أي رقم، بس هو اقل اربع اضعاف الرقم اللي هو كان بيبيع فيه. طبعا قاعدين كلهم ايه ده، واو ازاي، مش عارف ايه ازاي عملت كده. فطبعا ايه اللي قاعدين طبعا كلهم ناس جديده وناس. قال لهم انا عملت له حافز، لما كان بدل ما كان بياخد 3000 خليته ياخد 10,000، وخليته. وطبعا الناس كلها طبعا، يعني انت بتعمل جروس 400%، عايز تعمل 400% اربع اضعاف التارجت. طبعا ده مستحيل، ده كلام نظري 100%. ما ينفعش، مستحيل حد يقدر يعمل كده. لو منطقه فيها ستابيليتي ومنطقه شغاله من زمان مستحيل تقدر تعمل من كده. يبقى كل الناس اللي كانت شغاله قبل كده غلط، والشركه كلها ماشيه غلط. النمو لازم يكون ليه معدل طبيعي. انت عشان تعمل كده كمان في مواد غذائيه هيلبسك في الحيطه زي ما بيقولوا، او هيعمل لك كارثه. هيملى لك السوق بضاعه، ده لو عرف، وعن طريق مثلا ان هو بيظبط حد في المشتريات. لو مش صاحب الحلال قاعد، لو الناس اللي هم اصحاب البيزنس قاعدين، عمره ما هيعمل كده. بياخد على قده. انما انت هتروح تظبط واحد وتدي له بدل ما بياخد 20 كرتون ولا 50 كرتون في الشهر، تدي له 200 300 كرتون. انت كشركه او انت كمبيعات، انت اللي هيبقى عندك مصيبه في الاداره. ليه؟ لان انت كل ده هيبقى اكسبايرد دي، يا اما هتقعد لك بعد كده خمس ست شهور ما بتبيعش، والمندوب خد عمولته بالزياده، الحافز اللي هو بيقول عليه. فارجوكم يا جماعه لما تيجي تتعلم او تيجي تشوف فيديوهات للبيع، دور على حد يفيدك عملي من السوق. النظر كتير وكله بيتكلم، بس انت حاول خد المعلومه الصح عشان تقدر تشتغل صح. ايهاب الماحي، مدرسه البيع.